السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسن. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي، قناة اخترنا لك مع نودي. زي ما شفتوا كده في أول الفيديو، النهاردة هنعمل مع بعض القهوة الفرنساوي بالحليب. قبل كده عملنا مع بعض القهوة العربي بس كانت بالبن التركي، والحمد لله عجبت ناس كتير، والطريقة عجبت ناس كتير، الحمد لله والشكر لله. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو انت اول مرة بتشوفيني يا ريت تنضمي لعيلتنا عشان العيلة تكبر بيكم وليكوا. قناة اخترنا لك مع نودي، يا ريت يسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم مني اشعار باذن الله. زي ما انت شفتي طريقة القهوة الفرنساوي، النهاردة هوريكي ازاي تعمليها بالحليب. ومش شرط تكون القهوة الفرنساوي جاهزة من عندك، انت ممكن تعمليها بأي نوع قهوة، وهقولك على كام تريكاية كده تحطيهم على القهوة هيديكي طعم القهوة الفرنساوي وأحسن كمان. مش شرط تستخدمي القهوة الفرنساوي، هو اللي بيميز القهوة الفرنساوي ان هي بتبقى فاتحة في اللون وبيحطوا عليها مبيض اللون، فهو ده اللي بيميزها. لكن هي قهوة زي اي قهوة بس لونها فاتح، لان هما بيستخدموا مبيض اللون بيحطوه عليها. انا النهارده هقولك تعمليها باي نوع قهوه موجود عندك في البيت، ويديكي نفس التأثير واحسن كمان باذن الله، ويديكي الوش الجميل اللي طالع ده. حاجه كده ما شاء الله، يعني بعد الصلاه والذكر والقران زي ما احنا متفقين تعملي احلى فنجان قهوه من ايديك الحلوين وتبتدي تفطري. انا النهارده غيرت لان انا ما بحبش الفطار كل يوم يبقى نفس النمط. عملت قهوه فرنساوي وجنبها 3 قطع بسكويت ساده. يعني اما تجددي في الفطار ما يبقاش هو نفس النوع، هو نفس الطريقة، ده بيجيب لك ملل. فكل ما بتجددي في الفطار بتاعك كل ده ما بيديكي طاقة ايجابية وبتبقي احسن كمان في المود. يلا مع بعض نشوف عملناها ازاي ونشوف الطريقة. هنا جبت الكنكة بتاعتي وده الفنجان اللي انا هستخدمه. ده حليب ساقع من التلاجة. اول حاجة اخدت على قد معيار الفنجان بالظبط، ولا اكتر ولا اقل. هبتدي اخد ربع الحليب احطه في الكنكه بتاعتي دي، ربع معلقه سكر. لو مش بتحبي السكر ما تحطوش، انا ما بحبش السكر في القهوه العربي بس بحبه في الفرنساوي دي احط ربع معلقه. وهنا هحط معلقتين بن تركي، احط معلقتين بن تركي اي نوع بن عندك. انا بحط في العادي معلقه وربع، بس انا النهارده هحط معلقتين عشان طعم البن يبقى طاغي على اللي انا هحطه بعد كده، عشان يديني تأثير القهوة الفرنساوي. دي معلقة كاكاو، لان عشان تحطي الحليب على البن مش هيفتح، لكن لو حطيتي الحليب على الكاكاو هيفتح، فهيديكي لون القهوة الفرنساوي. وده طبعا اللي مش بستغنى عنها سواء في قهوة عربي او في قهوة فرنساوي. نص معلقة قرفة بتنقل اي نوع قهوة في حتة تانية، بتديله طعم وريحة خطير. واللي جرب القهوة العربي اللي انا عملتها قبل كده باستخدام البن التركي هيعرف قد ايه ربع معلقة القرفة بتضيف طعم وريحة لفنجان القهوة بتاعك اليومي. هنا بقى ابتديت اقلب على البارد قبل ما ارفعها على النار من فوق. بصي اهو، هنا رحت على البوتاجاز. طبعا النار وسط، ولا هي عالية ولا هي واطية، النار وسط. هقلب برضو تقليبتين كده او كام تقليبة على النار، وبرضو كل ده الحليب بتاعي بارد. عايزة تعملي فنجان قهوة مظبوط، سواء هتعمليه عربي باستخدام المية تكون المية ساقعة، او هتعمليه قهوة فرنساوي باستخدام اللبن ويكون اللبن ساقع او الحليب زي ما بيتقال عليه في الدول العربية. هنا بقى انا مش هفصل الكاميرا، مش هفصل الكاميرا عشان تشوفي كل المراحل بتاعتها. هنا بقى بقيت فنجان الحليب، انا اخدت الربع وده ال3/4. لا تكتري في الحليب ولا تقللي، على هو معيار الفنجان اللي انت هتستخدميه. وقلبتها تقليبة وهديت النار، خليتها نار متوسطة، وهقف جنبها. اول ما الاحظ بقى ان طلع عليها فقاقيع كده هقلبها تقليبة صغيرة واكملها برضو تكمل السوا بتاعها على النار. بصي انا معاكي ما فصلتش الكاميرا عشان تشوفي كل مرحلة لاخرها. يعني بجد فنجان القهوة يعني من احسن الحاجات بعد عبادتك لربنا وصلاتك واذكارك بعد عبادتك لربنا. اللي يقولك انا باخد فنجان القهوة بعرفش ابدأ يومي غير بفنجان القهوة وهو اللي بيعدل دماغي، لا والله. اللي بيعدل الدماغ وبيخلي اليوم يمشي هي بركة ربنا سبحانه وتعالى والقرآن والصلاة والذكر.
يعني احنا بنضحك على نفسنا في فنجان القهوة، بس هو فنجان القهوة اي نعم ليه تأثير، بس التأثير الأقوى هو عبادتك لربنا أول حاجة. ان انت يكون صلاتك متظبطة، قرآنك، أذكارك، كل ده هو اللي بيخلي اليوم بتاعك يمشي. مش فنجان القهوة على فكرة، احنا بنضحك على نفسنا. اللي بيخلي اليوم يمشي في يسر ويمشي فيه بركة هو توفيق من رب العالمين، مش بفنجان القهوة. فنجان القهوة ده بيساعد لكن مش هو الأساس. طبعا الأساس هو بركة ربنا سبحانه وتعالى. أنا هنا مستنية معاكم بقى. أول ما ألاحظ الفقاقيع دي بدأت تظهر هقلبها تقليب. هي نفس فكرة القهوة العربي اللي احنا عملناها مع بعض، مع اختلاف ان احنا هنا بدل المية حاطين حليب وحاطين كاكاو مع القهوة، والقرفة ثابتة. في اي نوع قهوة ثبتي القرفة لو انت بتحبي القرفة، ولو مش بتحبيها هتحبيها، لان بجد بتدي طعم وريحة لفنجان القهوة خطير. هنا لاحظت الفقاقيع بدأت تطلع، رحت مقلباها تقليبة وهسيبها برضو على النار اللي هي الهادية دي، متوسطة مش هادية، تكمل بقية السوا بتاعتها. واول ما الاحظ ان خلاص هيبتدي يطلع وش، هروح شايلة الكنكة من على النار. بصوا كل ده على نار متوسطة، ولا هي عالية ولا هي واطية. لو واطية يبقى الفنجان ده هيخلص على بكرة يا على بالليل. ريحتها بقى مش قادرة اقول لكم، وهي على النار ريحة القرفة مع الكاكاو مع البن ريحتها خطيرة. بس اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك الجميل للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس قناة اخترنا لك مع نودي، وتعليقاتكم الجميلة اللي شبه متابعيني اللي شبه متابعيني الجمال. انا بستنى التعليقات وبجد بتشجعوني، لما بلاقي تعليقات كتير على الفيديو بتشجع ان انا اعمل فيديو تاني. هنا خلاص لاحظت ان بدأ يطلع لها وش، نزلتها من على النار. الحركة دي ثابتة برضو في اي نوع قهوة، ان هو تبخري الفنجان. يعني قبل ما احط القهوة هبخر الفنجان عشان الوش ينزل معاكي مظبوط. لو ما عملتيش الحركة دي في اي نوع قهوة انت بتعمليها هتطلع القهوة بتاعتك من غير وش، وهتلاقي الوش نزل تحت في القاع واتبقالك بس القهوة من غير وش. فحركة تبخير الفنجان دي مهمة جدا وتركاية مهمة، خلي بالك منها. لو انت عايزة فنجان قهوة مظبوط زي اللي بتشربيه في الكافيهات كده، بس انت بتدفعي له هناك كتير، هنا انت عاملاه بايديكي، انضف اوفر احسن. بصوا الوش والله بتتكلم عن نفسها، يعني انا مش محتاجة اتكلم عليها. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، بجد ريحة وطعم خطيرة. بصوا تستاهل التجربة، وانا متأكدة اللي هيعمل القهوة الفرنساوي بخطوات نودي بطريقة نودي هتطلع معاه مظبوطة بإذن الله. اتحداكم من اول مرة وهتعملوها على طول بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. حتى لو ما عندكيش القهوة الفرنساوي ممكن تعمليها بأي نوع قهوة، تضيفي بس معلقة الكاكاو وربع معلقة القرفة، هيديكي نفس التأثير وأحسن. هو بس اللي بيختلف في القهوة الفرنساوي اللي هي لونها فاتح عشان بيحطوا عليها المبيض بتاع اللون. بصوا الطعمة، انا بعملها عايزة اشرب الفنجان وقبل ما اكمل الفيديو من الريحة اللي كانت طالعة منه. اللي وصلت بقى معايا لحد هنا اللايك للفيديو، الاشتراك وتفعيل الجرس قناة اخترنا لك مع نودي. وهنا جبت بقى بسكوت سادة 3 قطع وهبتدي افطر. ده انا كنت عاملاها للفطار، يعني التنويع برضو في الفطار حلو قوي، مش كل يوم نفس الحاجة. وبالهنا والشفا حبايبي اللي يجرب طريقة القهوة الفرنساوي بطريقة وخطوات نودي. بصوا والله بجد تستاهل ان انتوا تجربوها، خطيرة والوش مظبوط مفهوش كلام، حاجة كده فوق الوصف. انتوا هتجربوها وانتوا هتحكموا بنفسكم. بقولك بقى ان انا هاخد البسكويت ده مع القهوة للفطار، حاجة كده خفيفة. وابدأي يومك لو انت بقى وراكي شغل في البيت بلاش تبدأي يومك بفطار تقيل، خليكي حاجة خفيفة كده عشان يساعدك ان انت تكملي بقية اليوم ويبقى عندك باور وطاقة تقدري تتحركي يعني. بصوا فظيعة الريحة بتاعتها، تهيألي
كانت قلبة البيت عندي ريحة القرفة بالذات. القرفة بتدخل في اي حاجة بتخليها فظيعة. وصفة النهاردة خلصت وفيديو النهاردة كمان خلص. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن يا حبايب قلبي. وبالهنا والشفا اللي يجرب القهوة الفرنساوي بطريقة نودي وخطوات نودي. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.